السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديده. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. الموضوع ديالنا اليوم هو كيفاش تقضي حياتك واخا تكوني عايشه في محيط سلبي. هو في الحياه كنلقاو جوج الانواع ديال الناس. هنا كنهضر على البنات والدراري. كاينين اللي كيكونوا في واحد المحيط سلبي وما كيتحملوش انهم يكونوا في داك المحيط، كيضطروا انهم يهربوا، وإلا ما قدروش يهربوا كيبكيو وكيشكيو وكيقولوا هذا الشيء اللي مكتب علينا الله، ما عندي زهر في الحياة. وكاينين ناس اخرين اللي هما في الداخل ديال داك المحيط كيختاروا انهم يبقاو فيه، وفي نفس الوقت يحاولوا يخدموا على راسهم باش يخلقوا شي تغيير. وهنا غتفهم كيفاش تفرق بين العقليه اللي ناجحه والعقليه اللي فاشله. انتي مثلا كاينه في واحد المحيط وما عندكش الامكانيات الماديه باش انك تمشي تهاجري لشي بلاصه اخرى. انتي مثلا الظروف ديالك ما كتسمحش لك انك تغيري مدينتك، انك تغيري الدوله ديالك. فانتي في هاد الحاله اشنو خصك ديري؟ واش خاصك تجلسي وتندبي وتقولي صافي انا عايشه في هذا المحيط، ما غنقدر نزيد لقدام، ما غنقدر ندير حتى شي حاجه؟ ولا خاصك تعلمي تاقلمي مع هذا الشيء وتحاولي تخلقي راسك داك المحيط اللي باغاه انتي في الدماغ ديالك، وتبني حياتك وتغيري راسك انتي، اللي من بعد هذا الشيء اكيد غيعاونك انك تخرجي من المحيط ديالك الا ما كنتيش اصلا متقبلاه بالمره. واحد النهار كنت كنقرا في واحد الكتاب اللي العنوان ديالو، هذا كتاب واعر بزاف بالمناسبه، كنتمنى اي وحده تقراه، او على الاقل الا ما بغيتيش تقرايه مشي شوفي الملخص ديالو. هو كتاب ديال الانسان يبحث عن معنى. هذا الكتاب كيهضر على واحد الشخص اللي كان في المعتقلات، في المعسكرات ديال الاعتقال في الحرب العالميه، وكان مشدود، كان في وسط الحبس كيتعرض لجميع انواع، حيت هو كان كيتعتبر اسير عندهم. كيف قلت لك كان كيتعرض لجميع انواع التعذيب، كانوا شي انواع ما يخطروش على بالك اصلا. فهنا هذا الشخص هذا كان جلس وقال مع راسو اشنو عندي اللي ما يقدروش يديوه مني هاد الناس، واكتشف باللي عنده الحريه ديال انه يسيطر على راسو، يسيطر على دماغه ويسيطر على الافكار ديالو. قال مع راسو هاد الناس هادو يقدروا يضربوني، يعذبوني، يديروا اي حاجه في الجسد ديالي، ولكن مستحيل انهم يوصلوا للافكار ديالي والدماغ ديالي. فهو خدم على راسو هنايا وحاول انه يشوف ديك النقطه الايجابيه، النقطه ديال الضوء في وسط داك الظلام كامل. والجميل في الامر انه كان كيكتب المذكرات ديالو، وكان يعني في نفس الوقت كيعيش ديك بحال شي تجربه اللي كتبين له قداش هي اول حاجه القدره ديال التحمل ديالو، وقداش هو كان ايجابي وقدر يخرج من داكشي. من بعد هذا الانسان هذا خرج من معسكر ديال الاعتقال، رجع لحياته الطبيعيه، ولا عنده هذا الكتاب هذا اللي ربما كون ما كانش هو متعرض لداكشي ما كناش حنا اصلا غيوصلنا هذا الكتاب ولا نقراوه ولا نستفدوا من الدروس القيمه اللي عطاناها الكاتب في هذا الكتاب. فاللي بغيت نقول لك، يعني تخيلي معايا شخص في وسط هذا الشيء كامل وقدر انه يتشبت بالايجابيه ديالو ويخدم على راسو وينتج لنا واحد المحتوى فريد جدا. فانتي واش ما تقدريش انك تخلقي راسك وتقادي حياتك وانتي في المحيط السلبي ديالك؟ كنظن راكي فاهمه الجواب. دونك دابا غنحاول انا نعطيك شي خطوات اللي اولا نصائح، تقدري تعتبريهم خطوات، تقدري تعتبريهم نصائح، المهم اي حاجه بانت لك مزيانه. المهم غنعطيك شي حوايج اللي انتي غيعاونوك باش
تقادي حياتك وانتي عايشة في نفس المحيط السلبي اللي انتي عايشة فيه. أول نصيحة أو لا أول نقطة هي بركة ما تبقاي تفتخري باللي راك نية. في حياتنا كتكوني غا دايزة كتسمعي شي جوج ديال النساء كيهضروا مع بعضياتهم، وحده كتقول الاخرى ضحك عليا، لا ضحكت عليا، لا الصراحه صعيب تعيش انت كنيه في هذا العالم، لا مسكين الدرويش ديما كياكلوه، لا انا تعاملت معاها بنيتي وانا دائما كنعطي النيه ديالي ودائما كيرجع ليا الضرر. شكون قال لك يا اختي تعطي نيتك نهار الاول؟ علاش حنايا كنفتخروا اننا ناس حمقين او لا هبيلين كيف كنقولوا؟ علاش كتفتخري انك هبيله؟ علاش كتمشي تقولي للناس انا على نيتي وانا كنتعامل بالنيه ديالي والناس كيأذيوني والناس الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق في هذا النهار، ظلموني. علاش ديما فمك هذه الكلمه ديال ظلمتني الناس، ظلموني الناس، ظلمتني الدنيا؟ راه هذا الشيء راه ما خصناش نفتخروا به. باش تكون في راسك ما خصكيش نهائيا تفتخري انك واحد الانسانه هبيله واللي جاي يضحك عليك، او لا تفتخري بانك انت هي ديك الانسانه النيه اللي واخا يكونوا الناس كاملين قباح غتعاملي معاهم بنيتك، ودائما انت واخا يرجع عليك داك الشيء خايب ولكن كتقولي لا الحمد لله حنا قلوبنا مزيانه واخا الحياه ما كتعطيناش. انتي اختاريتي تكوني هكا مزيان، ولكن ما خصكيش تبقاي تفتخري بداك الشيء وتبقاي تقوليه للناس على انه شي انجاز ولا شي حاجه كتفتخري بها، حيت هذا الشيء اصلا اللي خرج علينا في المجتمع ديالنا، هذا الشيء اللي خلاك دائما انت محنيه الراس، دائما انت هكا، حيت انت اصلا من صغرك وهما كيربيوك انه خصك ديري النيه ديالك وخصك تعاملي بالطيبوبه، وواخا الناس يقصحوك ما تهضريش، وداك الشيء وباللي هذا الانسان الطيب الجميل الرائع هو الانسان اللي غينجح في الحياه ديالو. وانتي اصلا راه ما عمرك غتنجحي بهذه العقليه هذه، حيت الحياه عباره عن اخذ وعطاء. خديت خصني نعطي، عطاوني الناس او لا عطيت خصني ناخذ. فانتي هنايا خصكي تخدمي على راسك وتخدمي على شخصيتك. الوقت ما بغاتش ان شخصيتك تكون ضعيفة، الوقت بغاتك تقوي من راسك وتقوي من شخصيتك. عاود تاني كاينين شي حاجه شي اشكال كنشوفوهم ديال مثلا شي بنت كتوصل مثلا شي سن ديال 30 عام وكتجي تقول لك وانا والله الا غير الدار ما كنخرجش من الدار، انا انسانه كنجلس غير في الدار، المدرسه للدار، انا الا خرجت من الدرب ديالنا صافي غنتلف ما غنعرف فين نزيد، كنمشي غير من الخدمه للدار، ما كان انا عندي 30 عام ما كنعرفش نصاوب كيكه. عافاكم وريوني كيفاش نصاوب كيكه. هاد الشيء هذا ملي كتمشي تقوليه للناس راهم في الداخل ديالهم كيضحكوا عليك. اول حاجه راهم ماشي غيقولوا واو هاد الانسانه هادي واعره راها بنت دارهم، واو ما كتعرفش تصاوب كيكه، شحال كيوت، بحال البطلات ديال المسلسل مسكينه ما كتعرفش تصاوب كيكه، كيوت مسكينه كانت غير جالسه مفشه اميره في الدار ديالها. خصك تنوضي وتوقدي مع الوقت. هاد الشيء راه ما مسلككش. نتيا خصك تكوني عارفه اول حاجه مدينتك شحال من شارع فيها، خصك تعرفي مدينتك شحال مدروبه فيها، المدن اللي حداك كاملين خصك تعرفي الطريق ديالهم، خصك تعرفي الطرق، هادوك المحطات اللي عندك في مدينتك اولا في المدن اللي حداك، خصك تعرفي اشنا هما المؤسسات اللي عندك، الجماعه، البلديه، اي حاجه. علاش؟ باش من نهار غتحتاجي ولا غتوقفي على هذا الشيء تلقاك الوقت راكي عارفه. خصك تنوضي تعلمي تصاوبي كيكه لراسك نتيا، كتمشي تدخلي اليوتيوب، ما تبقايش تمشي تقولي للناس انا ما كنعرفش ندير هادي، انا ما كنعرفش ندير هادي،
وكتبداي تعاوديها فحال انت راه مفتخره بها. هادشي راه ماشي عادي، هادشي راه خصك نتيا تخدمي عليه وتعرفي ان هادو راه نواقص فيك وخصك تخدمي عليهم وتقاديهم باش تكون الشخصيه ديالك قويه. هكا غتقدري تواجهي المجتمع. الا بقيتي بديك الشخصيه الضعيفه وديال النيه وديال اللي جابت فمك تقوليها، راه غتبقاي دائما داك الشخص اللي كيضحك عليك المجتمع. النقطه الثانيه ولا النصيحه الثانيه هي ما خصكش تكوني ديما متاحه. عيطت عليك فلانه قالت لك يلا نخرجوا، واخا. عيط عليك شي واحد قال لك يلا معايا نقضي شي غرض، اييه مرحبا. يلا ناخذ شي سخره، اييه مرحبا. اجي عاونيني في هادي، اييه انا موجوده. واش انت ما عندك ما يدار في حياتك؟ علاش ديما اي واحد كيعيط لك كيلقاك ديما واجده وديما متاحه وخصك غا في من تلصقي، خصك غا ما يدار؟ حاولي انك تعمري وقتك، ياك يكون عندك الروتين ديالك، يكونوا عندك المهام ديالك. ها اشنو خصني ندير، ها اشنو خصني ندير في نهاري، تابعني هادي تابعني هادي تابعني هادي. والمهام ديالك يكونوا خاصين بك انتي. غندير 20 دقيقه ديال السبور، غنوض ندير السكين كير ديالي، غادي نقاد فراشي، غنمشي نطيب ماكلتي، غنجلس نتفرج في شي فيلم. انا كاع بغيت نستمتع انا بديك اللحظه ديال نجلس نتفرج. عيط ليا شي واحد، لا اسمح ليا انا مشغوله. الويكاند حتى نشوف شي وقيت وديك الساعه نرجع عليك. بغيتي نعاونك في كذا وكذا واسمح ليا. انتي بغيتي تعاوني ديك الساعه داك الشخص محتاج المساعده ديالك، بغيتي تعاونيه بكامل ارادتك، عندك الوقت ماشي مشكل. ولكن باش تكوني انتي دائما هي ديك الرقم الاستعجالي اللي كيعيطوا له في اي لحظه وكيلقاوه واجد، لا. دائما خصك تخلقي، واخا كاع ما يكون عندك ما يدار، شفتي انتي كاع ما عندك روتين، ما عندك حتى شي حاجه، غير تعلمي انك تقولي لا. تعلمي تقولي لا، حيت هاد لا غتعطيك واحد القيمه وغتعطيك واحد الاحترام وسط الناس. انا اليوم عيطت لك شي وحده وقلتي ليها لا سمحي لي انا عندي ما يدار، غدا عاوتاني غتعاود تعيط لك غتقول ليها لا، من بعد واحد 3 ايام ما غتعيطش لك، غترتاحي. واخا تكوني انت باغا انك تخرجي معاها وهذاك، ولكن خص يكون داك الخروج بالقياس. خصكي انت ما تكونيش ديما داك الشخص اللي متاح. انت يا كاينه ولكن في اوقات محدده، ودوك الاوقات انت اللي كتختاريهم، ماشي الناس اللي غيختاروا لك فوقاش انت تكوني واجده وفوقاش ما تكونيش واجده. دونك ندوزو النقطه اولا النصيحه الثالثه، ما تقلبيش تكوني مثاليه. المثاليه راها ما كايناش في العالم. ما تحاوليش تبيني اولا تحاولي تكوني ديك البنت اللي بيرفكت، اللي خصك تكوني كلشي عندك مضبوط، كلشي عندك مقاد. حيت انتي لا بغيتي تكوني بديك الطريقه المثاليه، ما عمرك في حياتك غتقبلي المحيط ديالك. دائما غيبانوا لك حوايج ناقصين، حيت انتي اصلا ربي وخلقك واحد الانسان بنو ادم ناقص ماشي كامل. الكمال هو الله سبحانه وتعالى وحده. دخلي هاد الهضره مزيان لراسك، ما تبقايش تقلبي ليا انك تكوني انسانه كامله واعره، كلشي فيك مقاد، الحياه كامله مقاده، المحيط ديالك كامل مقاد، ما يمكنش. فخصك تعلمي انك تكوني انسانه عاديه، كديري الامور ديالك عاديه. المحيط ديالك واخا ما مزيانش، انتي كتخدمي على راسك، ماشي شغلك في المحيط الخارجي. عندك عيوبك الحمد لله، قادره نصلح شي حاجه مرحبا ارا نصلحها، ما قادراش نصلح شي حاجه داكشي ديال الله سبحانه وتعالى، حتى شي واحد ما كامل. كنخدم على راسي بشويه بشويه. حطيت 5 ديال المهمات هذا النهار، ما درتهمش كاملين ماشي مشكل، درت غير وحده، نشجع راسي نزيد نكمل.
درت 4 ونسيت وحده، راه ماشي نهايه العالم، عادي جدا. كاع الناس ما كيكملوش المهام ديالهم في النهار، انت ماشي آلة. فهكا دائما خصك تتعاملي مع راسك. ماشي مفروض انت تكوني مثاليه، وماشي مفروض دوك الناس اللي دايرين بيك يكونوا واعرين طوب وتكون اي حاجه مقاده، حيت انت اصلا ما مديزاينياش هاد الحياه هادي. الله سبحانه وتعالى هو اللي ديزاينا هاد الحياه، هو اللي ديزاينا هاد الكوكب ديال الارض، هو اللي عارف كيفاش غتمشي الامور. يمكن انت شي حوايج اصلا كون عطيناك مثلا انت داك المفتاح ديال انك انت تحددي الحياه كيفاش خصها تكون، لربما كنت انت غتختاري شي قرارات اللي من بعد يكونوا غالطين وممكن انهم يأذيوك من بعد، ولكن انت ما كنتيش عارفه. حنا هاد الشيء ما كنعرفوش، العلم لله سبحانه وتعالى. حنا عندنا واحد النسبه د الاختيار، ولكن في جميع الحالات كنكونوا مسيرين. خصنا نتقبلوا هاد الحاجه هادي ونعيشوا حياتنا بشكل عادي جدا. رابع النقطة الرابعة وقيل اللي وصلنا رابع نقطة هي كنت هضرت عليها في الفيديو اللي فات. خصكي تعرفي مع من تجلسي، خصكي تعلمي تختاري الناس اللي غتجلسي معاهم. انا غنعطيك مثال. كتكون عندك واحد صاحبتك، ديك صاحبتك عندها واحد صاحبتها، كتكونوا جالسين بثلاثه بكم. ديك صاحبتك كترمي لك الهضره، وديك الهضره انتي ما عجبكش، كتقلقك، كتعايرك بشي حاجه، كتستفزك. المهم انتي داكشي كيديرونجيك. صاحبتك هي عارفه ان هادشي راه كيديرونجيك، ولكن هي شنو كدير؟ كتعامل في حال الا هي ما عارفاش. كتجي مثلا تقولي ليها راه رمات عليا الهضره، كتقولك بصح كاع ما رديت البال، يمكن هي ما قصداتش هكا، يمكن انتي خديتيها بهذه الطريقه هذه، والله ما رديت البال. وانتي الا كنتي واحد الانسانه ساذجه ولا نيه غتثقي بها، وغيعاودوا يديروا نفس الجلسه وغيعاودوا يستفزوك. صاحبتك كتستفزك بواحد الطريقه غير مباشره، وديك صاحبتها كتستفزك بطريقه مباشره. هنا خصك تعلمي وتعرفي ان صاحبتك راها ما خصهاش تبقى صاحبتك. هذيك صاحبتك ماشي انسانه زوينه ظريفه. الناس الظريفين ما كيكونوش بحال هكا. الناس الظريفين ما كيشوفوش صحابهم كيتآذوا من طرف ناس اخرين، واخا تكون صاحبتها هي، او كيديروا عين مكه او لا هما كيستمتعوا بداك الشيء. ملي كتجي تحللي الشخصيه ديال صاحبتك، هي واحد الانسانه اللي كتستمتع انها تشوفك مستفزه او مديرونجيه، ولكن غير هي ما كتبينش لك داك الشيء. هي اصلا مستمتعه باللعبه، فهمتيني؟ يعني انتي في هاد الحاله خصك تعلمي تعرفي تختاري صحابك، وتختاري حتى دوك الجليسات اللي غتكوني جالسه فيهم. شحال من جلسه كترجعي منها غير بالطاقه السلبيه، كترجعي منها كتكوني غاده بواحد الطاقه زوينه، طاقه ايجابيه، كيمصوا منك ديك الطاقه كامله وكترجعي بواحد الطاقه سلبيه للدار. واش انت محتاجه لهذا الشيء؟ لا. ايوا علاش كاين في حياتك؟ النقطه الخامسه، ما تقلليش من راسك. ما عمرك تقللي من راسك قدام شي واحد. ما تبقايش تقولي للناس انا ما كنعرفش ندير هادي، انا كنتعصب، انا انسانه سلبيه، انا يعني داكشي اللي بينك وبين راسك، العيوب ديالك ما تحاوليش تقوليهم للناس.
وحتى الا قلتيها لشي واحد كتكوني عارفه ان هذاك الشخص 100% غيقدم لك مساعده، او على الاقل غيقدم لك واحد الاذن صاغيه، غتلقاي شي واحد اللي يسمع لك بلا ما يحكم عليك. الناس الاخرين ملي كديري بحال هكا راكي اوتوماتيكيا كتقللي من القيمه ديالك قدامهم. فهمتيني؟ انا راسي دائما نهضر عليه مزيان قدام الناس، واخا يكونوا فيا العيوب ديال الدنيا والدين. ما كنقولش لك انك تكوني مغروره وتكوني متكبره ويكون فيك الكبرياء، لا بالعكس، انتيا واحد الانسانه اللي كتحتفظي بالاسرار ديالك لراسك. انا راسي ما نهضرش عليه بطريقه سلبيه، حيت انت ملي غتهضري بطريقه سلبيه على راسك مع الناس اخرين، راسك حتى هو كيهز دوك الرسائل وغيبقى يعطيهم لك انت، يعني حتى العلاقه بينك وبين راسك ما غتبقاش مزيانه. فما بالك الا بغيتي يعني تكون العلاقه ديالك مع الناس مزيانه، راه حتى شي جهه ما غتشديها مزيانه. عييت الصراحه، ولكن باقا غنكمل معك. سادس نقطه اولا سادس نصيحه هي ما عمرك تقدسي الناس. شحال من مره كنشوفوا البنات كيتعاملوا بواحد الطريقه مع شي بنت اخرى، مثلا فحال الا كانت شي آلهة. ما عرفتش، يعني الناس راهم بشر ماشي اله. حنا ما خصناش نقدسوهم. انتي مثلا كتكون واحد البنت كتبان لك واو، وجهها مقاد، اللباس ديالها واعر، كتمشي تبغي تصاحبي معاها. باش انك تصاحبي معاها كتولي تمدحي فيها وكتقدسيها وكتشوفيها باللي واحد الانسانه اللي ملك منزل على الارض، وباللي انتي راكي قليله، يعني انتي عندك واحد المكانه صغيره قدامها، وكتشوفي راسك انتي قليله وهي واعره، وكتبداي انك تحطيها في واحد المنطقه مقدسه في عقلك. راها غير بشر، غير تهدنا اختي، راه هذيك غير بنادم بحالها بحالك، حتى هي ماشي كامله، حتى هي عندها العيوب ديالها. فخاصك اي واحد في الحياه شفتي واخا يكون سوبر ستار، كتشوفي السوبر ستارز واخا يكون قدامك، عارفي انه بنادم في حالك في حاله. ما تكبريش البعره لحتى شي واحد، تعاملي مع الانسان كانه انسان، هضري معاه بطريقه عاديه. وفي نفس الوقت وانا كنهضر مع هذا الانسان ما كنقللش من راسي، انا بحالي بحاله، كيما هو وصل حتى انا نقدر نوصل. ناقصني شويه د الخدمه، انا غادا وكنخدم على راسي، حتى شي واحد ما احسن منك بوالو. هاد النقطه هذه دخليها مزيان من راسك. النصيحه الاخرى هي حاولي تخدمي على حياتك وكتبي الفصول ديال حياتك براسك انتي. ما تبقايش تجلسي تفرجي في حياة الناس اخرين، شنو زادوا، شنو داروا، شنو ولا عندهم، شنو شراو. بالعكس، شوفي في حياتك انتي، شوفي شنو باغا ديري انتي، شنو خصك تشري، شنو غتزيدي انتي من هنا لقدام. ما كنقارنوش حياتنا، بلا كنشوف حياتي انا كيفاش كنت شحال هادي وكيفاش انا دابا باش تزاديت. ما عمري كنقارن راسي مع شي واحد اخر نهائيا. حياة الناس ما عندي بها حتى شي غرض، اصلا انا ما خصنيش نهائيا نمشي نعطي الفرصه راسي حتى باش نمشي نقلب على حياة ديال شي واحد. دابا مع هاد الشيء ديال السوشيال ميديا، الحياة ديال الناس ولات عندنا في التليفون. انتي خصكي تحاولي داك التليفون ديالك تنقيه وتحيدي منه دوك الناس اللي كيبقاو يشاركوا معك حياتهم وكيبانوا عليك بداك الشيء اللي عندهم اولا بداك الشيء اللي كيديروه. كتحاولي تحيدي الفولو لدوك الناس، كتعمري التليفون ديالك بداك الشيء اللي غيفيدك باش توصلي لداك الشيء اللي بغيتي انت، وتوصلي للاهداف ديالك انت اللي محدداهم اللي خاصين بك.
النصيحة الأخرى، عالجي السلوكات المبالغ فيها اللي كديري. بعض المرات حنا ما كنردوش البال لشي سلوكات كنديروهم، وهادوك السلوكات راهم كيكونوا شوية مبالغ فيهم. انا اعطيك مثال، بحال قوة الهضرة بزاف، هذا سلوك مبالغ فيه. ما كتقدريش انك تسكتي، خصك غير الا هضرتي. الا مثلا سكتي كيجيك السكات فحال الملل، فحال القنط، ما كاين ما يدار، خصك تبقاي تهضري. الناس هنا راه غيشوفوك غير واحد الانسانه طرطاره ما كتسكتش، بحال الراديو كتنقزي، كتمشي لهنا تجي عند هادي وتمشي عند هاديك. راه الناس كيشوفوك في هاد الحاله بحال فيك فرط الحركه، يعني ماشي كيشوفوك انسانه واو اكتيف راه كتحرك، بالعكس. شوفي السلوكات اللي فيك اللي كتشوفيهم انهم مبالغ فيهم، حاولي تعالجيهم، حيديهم، وهكا كتكوني قديتي راسك، وكتكوني قديتي اوتوماتيكمون الصوره ديالك للمجتمع. وحتى ملي انت كتعالجي هاد السلوكات المبالغ فيها كتكوني كتعلمي انك تصالحي مع الواقع ديالك او تصالحي مع المحيط ديالك. بعض المرات ديك الهضره اللي كثيره اللي انا كندير، اللي انا كنقول، كتكون هي بحال واحد المهرب ليا، ما كنقدرش نتقبل مثلا المحيط ديالي، ولا كتلقاي شي وحده مثلا عايشه في الزلط تابعينها الكريديات وكتقيل غير كتهضر 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 كتهضر. بالنسبه للعقل اللاواعي ديالها هذيك الهضره راه بحال ديك النميمه في الناس وداك الشيء، وقوه الهضره بحال كتهرب من داك الشيء، كتهرب من انها تفكر في داك الشيء اللي عندها واقعي اللي خصها تعالجو. مشكل الكريديات ومشكل ديال الفقر ومشكل ديال الدار غتريب عليك ولا شي حاجه. فانتي نقصي من ديك الهضره، نقصي من داك السلوك، حيديه في مره وسيري خدمي على داك الشيء فعلا اللي كيستحق انك تخدمي عليه. داك الوقت اللي غتضيعي في هاد السلوكات اللي ماشي هما هادوك، سيري ضيعيه في داك الشيء اللي فعلا كيستاهل الوقت ديالك. اخر نقطه هي مهم، هاد النقطه خليتها للاخرى حيت بغيت نختم بها الفيديو، بغيتك حتى تفهميها مزيان. الوحده راه ما كتعنيش الموت. انك تكوني بوحدك ما كيعنيش نهائيا انك غتموتي. حنا ولفنا يكون شي واحد في حياتنا، ملي كنجيو نكونوا بوحدنا بحال كنحسوا بالخوف، كنخوفوا اننا نواجهوا راسنا، كنخافوا اننا نجلسوا نهضروا ديك الهضره مع راسنا، حيتاش نكتشفوا باللي فينا بزاف ديال الحاجات اللي خصنا نعالجوها، فينا بزاف ديال الحاجات اللي ما كناش باغيين نشوفوها فينا. باش انك تكوني وحيده، هنا اول حاجه كتختاري انك تعطي واحد القيمه لراسك، تكبري براسك وتختاري تجلسي مع راسك. انتي ما مضطرش تجلسي مع الناس السلبيين غير باش انك ما تحسيش بالوحده، ما مضطرش نهائيا. وقفي دوك الجلسات السلبيه، وقفي الاشخاص اللي دايرين بك، دوك الاصدقاء السامين، دوك الناس اللي باغين غير انهم يفقسوك وباغين غير انهم يمصوا لك الطاقه ديالك. وقفي العلاقه معهم، اختاري انك تبقاي بوحدك واحد شويه. ضروري من دوك الجلسات انك تجلسي بوحدك، حيتاش كتراجعي راسك، كتعرفي فين عندك الديفو، كتصلحيه، كتواجهيه، وكتزيدي براسك للقدام. شتي ابار الا بغيت نعطيك العلاقه بين هاد الشيء وبين المحيط ديالك، انتي اصلا حيت كتخافي انك تكوني بوحدك وتهضري في شي حاجات اللي خاصينك انتي، يعني في شي حاجات اللي في الداخل ديالك، كتحاولي تشوفي دائما على برا. لا، ما عنديش الفرش مزيان،
لا الدار ديالنا ما مصبوغاش مزيان، الدار ديالنا فقيره، الحي ديالي فقير، ما من كل شيء الناس قباحين. هاد الناس هادو غير كي يشوفوا فيا، غير كي يحسدوني، غير تابعيني، هذا عيني. ملي انتي كتجلسي مع راسك وكترجعي لراسك لداخل وكتقولي انا علاش باقي ما وصلتش للهدف ديالي، شنو اللي كيمنعني انني نوصل للهدف ديالي، انا علاش فيا هاد الشيء في الشخصيه ديالي، كيفاش نقدر نعالج هاد الشيء في الشخصيه ديالي، كيفاش ممكن انني نحسن النظره ديالي لنفسي ولا الاخر. شفتي الفرق بين الاسئله الاولى يمكن ما عمرها غتلقاي ليها الجواب، او لا يمكن ما عمرك غادي تحسي بالرضا التام، واخا كاع تصلحي داك الشيء دائما غيكون عندك شي حاجه اخرى اللي غتنتقديها في المحيط ديالك. ولكن انت ملي كتولي تسولي